عائلة الخشاب ترفع قضية على رامز جلال، أكيد مش هسيب حقي. شنت الفنانة سمية الخشاب هجوما على الفنان رامز جلال بسبب المشكلات الصحية التي تعرضت لها جراء مشاركتها ببرنامج رامز والمذاع على مدار شهر رمضان عبر شاشة MBC. وقالت خلال لقاء لبرنامج تفاعلكم المذاع عبر فضائية العربية صباح الأربعاء إنها اضطرت لدخول المستشفى في اليوم التالي من تصوير الحلقة من أجل الإطمئنان على سلامتها الجسدية، منوهة بأنها فوجئت بدخول عدد من المشاركين إلى المستشفى كذلك. وأضافت: لما رحت المستشفى بعد الإصابة اتقال لي أنت مش أول حالة تجيلنا، امبارح جالنا 3 حالات من عند رامز، كل الناس اتصابت، أقل حد اتصاب حصل له كدمات في جسمه، ليتعمدوا الأذية معقول عارفين إنكم بتكسروا الناس كل يوم ومكملين تصوير وعادي ومش مشكلة. وعن القول إن المشاركين يوقعون على ورقة تفيد بموافقتهم على كل الملابسات والظروف الخاصة بالبرنامج، استنكرت: يعني إيه ملابسات وظروف؟ هل أنا موافقة إني أتكسر مهما مضيت بيني وبينك عقد جسمنا بتاع ربنا، مش من حقك تؤذيني نفسيا وجسديا وصحيا، ده ضد حقوق الإنسان والقانون. وأشارت إلى أن المنشور الذي نشرته عن الحلقة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكتبت فيه: مش هسيب حقي منك يا رامز، لم يكن على سبيل المزاح. وأكملت: ساعة الوقعة الواحدة مبحسش بالألم والوجع إلا بعدها، كنت بعرج ورجلي الشمال مش قادرة أدوس عليها وكتفي مش قادرة أحركه، الساسبنس بيخليكي مش قادرة تتنفسي وتخرجي مش مركزة ومش مستوعبة اللي حصل كله مفاجأة. ولفتت إلى أنها تمتلك تقارير طبية مختومة من المستشفى بشأن تعرضها لكدمات متعددة وتمزق في أربطة القدم والكتف وكسر في الكعب جراء مشاركتها في البرنامج، منوهة أنها اضطرت لتحمل هذا الوجع.